شخص واحد، إنسان واحد، رجل واحد ومجموعة أشخاص في هذا النظام ويذبح الشعب السوري. لا، الجيش العربي السعودي لن يقف. أخي الكريم مكتوف الأيتي، الجيش العربي السعودي ويمثلنا نحن السعوديين. نعم. لماذا نحن نشتري هذه الصواريخ وهذه الطائرات وهذه؟ نحن لدينا قنبلة نووية من أكثر من سنتين، التجربة النووية ربما كانت خلال أسابيع. لماذا نحن نمتلك هذه الأسلحة؟ لماذا؟ إن لم يكن دفاعا عن الحق العربي ودفاعا عن الحق الإسلامي ودفاعا. أخي الكريم، السعودية لا تريد الدخول في حرب. السعودية أصبحت تمتلك قنبلة نووية. الشعب السوري نعم نمتلك القنبلة النووية. نعم بكل بساطة نعم نمتلك القنبلة النووية. هذا خبر عاجل على أول مرة أسمع. آخر كلمة ليس خبر عاجل. القوى الكبرى تعرف أن يعني نحن كنا نقول أنه إذا إيران قامت بإعلان التجربة النووية بوقاحة سوف تقوم المملكة العربية السعودية بإعلان التجربة. لا مشكلة، ولكن ما دام أنه كل يعني أقصد أنه تكلم سياسة. الشعب السوري يذبح، بشار الأسد يجب أن يرحل. جيد، السعودية لا تريد مقاتلة أحد، لا روسيا ولا غير روسيا، ولكن أسعار النفط لن ترتفع، سوف يبقى